السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في Introduction to URE Universities Challenge، تحدي ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المختلفة. طبعا انتوا عارفين URE اللي هي مبادرة ريادة أعمال، لكن النهاردة عايزين نعرف مقدمة كده عن البرنامج اللي هو اسمه UC أو Universities Challenge. هنعرف ايه النظام وايه الوضع. طبعا اللي بيسمعنا دلوقتي هو خلاص هو اكسبتد، والمفروض ان هو هيبدا على طول البرنامج معانا، فهنشرح النظام هيبقى ماشي ازاي وليه هو واحد من اجمل البرامج الموجوده لرياده الاعمال ممكن في الوطن العربي كله ان لم يكن على مستوى العالم، نظرا لفعاليته اللي حصلت في التجربه الاولى ليه. متوقعين نجاح اكبر السيزون ده او الراوند دي ان شاء الله نقدر نحاول مع بعض. معاكم عبد الله الوكيل، معيد بكليه العلوم جامعه طنطا، التخصص بتاعي كيمستري، فاوندر ليو ار اي ويو ار اي وساي اسك وواي سوليوشن. تمام كده، ليا رحله في رياده الاعمال بقالها 5 سنين تقريبا انا بحكيها لكم من خلال البرنامج التدريبي. هتلاقوا كل حاجه انتوا عايزينها كاندر جرادويتس او لسه ناس متخرجه. اللي انتوا عايزينه بس ده اللي هتلاقيه. انت هتاخد experience more than knowledge، مش تاخد معرفة كبيرة على قد ما هتاخد الخبرة، هتاخد انت محتاج ايه بالظبط، فاللي انت محتاجه ده هتلاقيه. طب تعالوا ما اطولش عليكم، نبدأ على طول ونشوف احنا فين. احنا في URE Universities Challenge 2 زي ما قلت لكم، ده التحدي رقم 2 لان احنا عملنا تحدي رقم 1 بصراحة كان حاجة مبهرة، ريزلتس في وقت قصير في برنامج. يعني احنا بنتكلم عدد ساعات قليل جدا نقدر نخلي ناس او البرنامج يقدر يوصل ناس ما تعرفش يعني ايه ريادة اعمال اصلا بعد 20 يوم معاهم فكرة قوية جدا في مجال ريادة الاعمال. طب ازاي ده بيحصل وليه حصل وايه اللي هيحصل بعد ما ده يحصل؟ هنشوفه النهارده من خلال الرود ماب دي. اولا كده احنا عندنا 3 ستابس رئيسيه لاي حد بيسمعني داخل البرنامج بتاع URE-UC. اولا المفروض ان انت مخلص برنامج اسمه URI-SRT اللي هو Scientific Research Training، يعني معاك اساسيات البحث العلمي. يعني معظم اللي بيسمعني دلوقتي هو ايه؟ معاه اساسيات البحث العلمي. طيب، فلو انت معاك الاس ار تي ده في ار اي بيتفتح لك على طول، والجايد لاين بتاعكم او التايم لاين اللي هو من 1/7/2024 هتبداوا برنامج URE-UC. بعد ما بتخلصوا البرنامج ده مدته شهر بيتفتح لكم برنامج ادفانسد، برنامج متقدم للفرق اللي هي فعلا اثبتت كفاءتها خلال البرنامج الاول، اسمه URE ستارت ابس. بنتعامل بقى معاك في البرنامج ده اسمه URE ستارت ابس، يعني الشركات الناشئه. بنتعامل معاك ان انت خلاص رايح في اتجاه ان انت تكون ستارت اب، فبيبقى دعم مختلف. طب تعالوا نشرح واحده واحده كل برنامج منهم عباره عن ايه. فهنبدا بقى باللي احنا هنبدا بيه فعلا، اللي هو URE-UC. طيب احنا URE-UC في 5 محاور رئيسيه حضرتك هتلاقيهم داخل البرنامج ده. اولا 4 محاور تدريبيه في غايه الاهميه وفي غايه الفاعليه، يعني حاجات زي ما قلت في المقدمه انت عايزها بالظبط، وهي مقدمه في رياده الاعمال. انا حتى لو عارف يعني ايه رياده الاعمال، فانت بعد المقدمه دي تعرف ان انت ما تعرفش يعني ايه رياده اعمال. طيب هناخد محور تاني اسمه Innovation and Value Proposition Canvas. احنا عرفنا يعني ايه رياده اعمال، ازاي بقى نجيب فكره، يعني احنا ازاي نجيب فكره في الحاجه المجال اللي هو اسمه رياده الاعمال ده اللي هو حاجه تخض، وعادي كده نقدر نجيب فكره. هنقدر نجيب افكار كتير قوي في المحور التاني اللي هو الخاص بالانوفيشن اند فاليو بروبوزيشن كانفاس، الابتكار، وازاي ان احنا نعمل تيست، اختبار للفكرة المبتكرة دي من خلال حاجة اسمها Value Proposition Canvas. طيب عملنا كل ده وتمام وجبنا فكرة كويسة جدا، عايزين نشوف بقى من ناحية البيزنس، من ناحية احنا ريادة الأعمال، يعني إن أنا هيبقى معايا فكرة جديدة، والفكرة الجديدة دي في النهاية هتبقى مشروع أو شركة ليا. يعني إيه؟ يعني أهم حاجة هي موضوع إيه؟ الفلوس. عايزين نشوف البيزنس موديل من ناحية البيزنس، من ناحية الجدوى الاقتصادية، هل هيكون المشروع مجدي ولا لأ؟ فهنعرف ازاي نعمل بيزنس موديل مع بعض كويس. المحور الرابع وهو في غاية الأهمية، عايزين فلوس. يعني احنا معانا فكرة والفكرة كويسة، عايزين فند، فهنعرف في حاجة اسمها فند رايزنج، ازاي ان احنا نجيب فند للمشروع بتاعنا. وكمان حاجة اسمها الايكو سيستم، مين البيئة الداعمة او البيئة اللي هتقدر تدعمنا في ريادة الأعمال. طيب في النهاية أو في الإطار ده كله إحنا عندنا حاجتين. أولا إن هو البرنامج اسمه تشالنج، يعني إيه تحدي؟ يعني أنت حضرتك هتتحدى نفسك بشكل أساسي خلال الشهر ده إن أنت تلتزم في البرنامج بحيث تحصل على فرق شاسع
كونك قبل البرنامج حاجة وبعد البرنامج الموضوع هيبقى مختلف بالنسبة لك لو التزمت، فهو تحدي بالنسبة لك. ثانيا هو competition اللي هو المحور الخامس، مسابقة على مستوى طلاب الجامعات المختلفة. فتخيل حضرتك كده ان انت تبقى تاخد مركز اول على مستوى الجامعات المختلفة لكل الفرق المشاركة دي. احنا معانا طلاب من جامعات يعني اعتقد اكتر من 40-50 جامعة مختلفة، فتخيل ان انت تاخد مركز اول، فالموضوع هيكون حلو قوي ليك. حتة المسابقة دايما انا لما احب اطور من نفسي في اي حاجة اخش مسابقة. المسابقة هي حاجة جميلة جدا، واكتر حاجة تقدر تطور او تخليك تطور من المشروع. طيب حلو، يبقى احنا خدنا 5 محاور كلهم بالتسلسل بالترتيب. بعد كل محور انت بتبقى عايز المحور التاني، فبالتالي هو الكورس متسلسل او البرنامج التدريبي متسلسل في بس الحاجات اللي انت عايزها. طب انا حبيت برضو كده ادي نبذة بسيطة عن يعني بشكل اساسي اول 3 محاور هيكون فيهم ايه. فتعالوا كده نبص بسرعة جدا على اول محور، مثلا مقدمة في ريادة الاعمال. هنعرف فيها ايه؟ هنعرف فيها يعني ايه ريادة اعمال اصلا، ومين رائد الاعمال، مين اللي يبقى رائد اعمال، وليه اشتغل في ريادة الاعمال، وريادة الاعمال دي ممكن توصلني لايه كشغل، وان انا الاقي فرصة او وظيفة، وايه المراحل المختلفة الرحلة بتاعت ريادة الاعمال دي خلال سنتين، ايه اللي بيحصل معايا. واخيرا الاسك ان انا مين الجهات اللي تقدر تدعمني، واقدر اطلب دعم نوعه ايه، وهل انا اقدر اطلب دعم كده لله وللوطن، يعني بس ان هما الناس تديني فلوس بس كده ان هما جاست عايزين يدعموني. فكل ده هنعرفه في المقدمة بتاع ريادة الأعمال. طيب بعد كده هيبقى البعبع الرئيسي، أنا أصلا يعني هجيب فكرة ريادية إزاي. فده من خلال المحور التاني اللي هو الخاص بالابتكار أو الانوفيشن. هيبقى فيه سلسلة كده أو تدرج. أولا أنت تختار الفيلد أو تدرج كده في المحاور المختلفة ال4 محاور دول، بحيث إن هما ينموا واحدة واحدة. ازاي ان عقلك يقدر يجيب افكار مبتكره. فاول حاجه بتختار فيلد معين، وبنعرفك ان كل المجالات فيها رياده اعمال. بنقولك على تكنيكس رئيسيه كده تقدر تستخدمها في ان انت تجيب فكره رياديه. وبعدين ازاي بقى تجيب افكار مختلفه باستخدام الحاجتين اللي في الاول وفي التاني. وبعدين بعد رقم 1 و2 و3 التلات محاور دول، ازاي بقى تعمل حاجه اسمها value proposition canvas. واخيرا ازاي ان انت خلاص انا جبت فكرة، طب الفكرة دي ازاي احولها بقى لمنتج بشكل اساسي. فهو محور في غاية الاهمية والجمال كمان بصراحة، يعني من اقوى الحاجات اللي موجودة في البرنامج. طيب بعد كده خلاص انا جبت فكرة وعرفت ازاي ان انا هحول الفكرة دي لمنتج او خدمة على ارض الواقع. عايزين نشوف بقى ايه، نختبر هل الفكرة دي ليها جوة اقتصادية. فبنعمل لها حاجة اسمها بيزنس موديل كانفاس او مخطط نموذج العمل. 5 محاور، ال5 محاور دول حرفيا يعني بعد ال5 محاور دول حضرتك هتلاقي نفسك حتى لو ما تعرفش عن ايه كلمة بيزنس، هتلاقي نفسك بروفيشنال محترف في فكرة البيزنس بشكل عام. طيب يبقى دول ال3 محاور، حبيت كده ان انا يعني ادي نبذة بشكل عام بحيث تتحمسوا يعني او تعرفوا انتوا داخلين على ايه الفترات اللي جاية. طيب حلو جدا، يبقى ده البرنامج التدريبي او المحاور الرئيسيه اللي بيشتغل عليها يو ار اي يو سي. طب حلو جدا، انا بعد ما اخلص ده وخلاص وعملت بيزنس موديل لفكره كويسه، هحتاج ايه بعد كده؟ ودخلت مسابقه وطورت من فكره مشروعي، هحتاج بين قوسين كده رعايه. يعني ايه رعايه؟ يعني هحتاج يو ار اي ستارت ابس. اليو ار اي ستارت ابس بروجرام عباره عن الرعايه اللي انا بتكلم فيها. انت هتلاقي في البرنامج ده زي منتورنج، توجيه، ان انت تاخد ستيبس، افضل ستيبس تاخدها بعد المرحله الاولى. تاني حاجه نتوركينج، ان احنا بنوصلك بناس في الايكو سيستم لرياده الاعمال او في البيئه الداعمه لرياده الاعمال. بنعرفك على برامج مختلفه تقدر تشارك فيها. واخيرا حاجه احنا شغالين عليها دلوقتي، ان احنا نوفر لافضل تيمات ان هم يبقى ليهم اكسس يخشوا حاضنات اعمال. حاضنات الاعمال دي بتدعم الافكار الرياديه من 300 ل 600 ألف جنيه بس، يعني جاست إن هو بيدوهم الفلوس والدعم والسبورت ده بحيث إن هم يبدأوا المشروع بتاعهم. فده البرنامج التاني. يبقى حلو كده، يبقى برنامجين متكاملين في غاية الأهمية. حلو يا دكتور عبد الله، جميل جدا ومتحمسين. عايزين بقى نشوف الديزاين بتاع البرنامج بتاع يو ار اي يو سي اللي احنا هنبدأه يوم 1/7/2024 اللي هو تقريبا بكرة بالنسبة لنا. طيب يو ار اي يو سي بروجرام ديزاين متصمم بطريقة بسيطة خالص وسهلة جدا، ومش يعني ايه، مش صعب في ان انت تنفذها. تعالوا اشرحها لكم او ملخص كده. هي عبارة عن 20 يوم بس، يعني كل اللي مطلوب من حضرتك 20 يوم.
مطلوب في ال20 يوم دول توفر ساعة ونص يوميا. تحدي بقى، يعني أنا ملزم كل يوم ساعة ونص لمدة 20 يوم، بس إن أنا أوفر الوقت ده وملكش دعوة بالباقي، الباقي علينا. لو احنا جينا نبص هنلاقي الوقت مش يعني ساعة ونص لمدة 20 يوم، مش الحاجة الكبيرة قوي. الوقت مش اللي هو مثلا هقول لك 5 6 ساعات في اليوم، لا هو ساعة ونص، رغم ان هي بسيطة لكن فعاليتها كبيرة. في ساعة ونص احنا بنعمل ايه؟ اولا كده يبقى اول ستيب هنعملها اسمها تريننج بروجرام. التريننج بروجرام ده لمدة 20 يوم من 1/7 ل20/7. بتخصص وقت من الساعة 9:30 بالليل لغاية 11 بالليل، يبقى ساعة ونص انت بتخصصه. طب احنا بنعمل ايه بقى في الساعة ونص دول؟ احنا منظمينهم لك بحيث ان انت تمشي بالستبس واحدة واحدة، بحيث انك تقدر تحقق يعني اقصى فعالية. اولا كده من الساعة 9:30 لغاية 10:15، شوف احنا منظمين لك وقتك. حتى الساعة الا ربع دول هتشوف محاضرتين، هنزل لك محاضرتين. المحاضرات حتى اللي احنا منزلينها زي ما قلت لحضراتكم، انت هتشوف الملخص، هتشوف الحاجة اللي انت عايزها، بس مش هتلاقي حشو كتير. فهتلاقي ان محاضرة كاملة ممكن يبقى مدتها 10 دقايق ربع ساعة. يعني اقصى محاضرة ممكن اعتقد توصل 18 دقيقة 20 دقيقة بالكتير. فاذا في خلال الساعة الا ربع دول بتشوف محاضرتين، وبعد كده من الساعة 10:15 لغاية الساعة 11 ساعة إلا ربع التانية بتعمل أنت والفريق بتاعك ميتنج، تعملوا ديسكشن كده في الكلام اللي اتقال في المحاضرة، ولو في تاسكس تحاولوا تنفذوها واحدة واحدة، بحيث إن انتوا تبدأوا تشتغلوا على إنكم تطلعوا فكرة وكمان تختبروا الفكرة دي. طيب بعد كده خلال الفترة دي، خلال 20 يوم دول، بيبقى في 3 ديدلاين مطلوبين إن انتوا تنفذوهم، زي تاسكس كده مختلفة. أولا 10/7 إن انتوا خلاص تكونوا اخترتوا الأي دي. يعني بعد المحاضرات لغاية يوم 10/7 هتلاقوا المحاضرات بتساعدكم ازاي تجيبوا فكرة، فانتوا هتكونوا جبتوها. يعني لو انتوا بتلتزموا بالمحاضرات هتكونوا جبتوا الفكرة بتاعتكم. تاني حاجة 13/7 هتعملوا حاجة اسمها value proposition canvas، مخطط القيمة المقترحة. هتفهموا يعني ايه وازاي بيتعمل برضو من خلال المحاضرات. 18/7 هتكون مطلوب منكم تاسك ان انتوا تسلموا حاجة اسمها business model canvas او مخطط نموذج العمل. يبقى اذا ده البرنامج التدريبي، هيكون خلال 20 يوم، تحدي ساعة ونص يوميا. طيب خلصنا البرنامج التدريبي، هيبدأ السيمي فاينل. السيمي فاينل هيكون من 21/7 لغاية 23/7. مطلوب او ايه اللي بيحصل في السيمي فاينل ده؟ اللي بيحصل في السيمي فاينل ان حضرتك بيتم تصفية افضل فريق داخل كل جامعة. يعني الجامعة الواحدة ممكن يبقى فيه 10 فرق او 5 فرق من نفس الجامعة، بيتم تصفية افضل فريق في كل جامعة. يبقى ده اسمه ايه؟ السيمي فاينل. بيبقى على مرحلتين. اولا 21/7 بيبقى تسليم البروجكت، نهاية البروجكت، وبتسلم في فولدر كده بيتبعت لكم من خلال الليدر، بيبقى فيه كل حاجة تخص الايه؟ المشروع بتاعكم. ويوم 23/7 بيبقى سيمي فاينل بيتشنج، بتعرضوا المشروع بتاعكم اونلاين، وبيتم على اساسه اختيار افضل فريق في كل جامعة. طيب بعد كده الفاينل نفسه بيكون يوم 26/7 اللي جاي. طبعا هيكون اونلاين بيتشنج لاختيار افضل فريق على مستوى الجامعات المختلفة. فهو حاجة ان شاء الله تكون افكتيف. الموضوع مش بس عشان اختيار افضل فريق، الموضوع علشان اختيار افضل فرق. واختيار افضل فرق دي كل فرق هتقدر تسلم ال3 تاسكس المطلوبة في البرنامج التدريبي بشكل صحيح، هتعمل كل الحاجات المطلوبة منها بشكل صحيح. دول هيتأهلوا للبرنامج التاني على طول، بعيدا بقى عن المراكز وهكذا. وبعيدا عن فكرة المسابقة، مهم جدا تبقوا فاهمين ان المسابقة يا جماعة، المسابقة الغرض منها ان انتوا تطوروا من نفسكم، تاخدوا ستيب افضل، ستيب اكبر، ستيب اسرع. ده الغرض منها، مش بس عشان ان انا اطلع الاول. لكن طبعا اللي هيطلع اول في برنامج زي ده بيبقى مهم جدا، لان احنا يعني بنديله recommendations. يعني افضل فرق احنا بناخد تقريبا افضل 10 فرق كمان. افضل 10 فرق دول يعني بنديهم زي شهادة كده او حاجة ان الناس دي يا جماعة اجتازت البرنامج ده، فبيبقى ليهم فرص اكبر بكتير طبعا. طيب عشان يقدموا في حاجات متطورة أكتر، واللي احنا كمان بنقدم لبعض منهم يعني. طيب يبقى إذا ده كده شرح البرنامج سهل وبسيط. مطلوب بس 20 يوم، ساعة ونص يوميا، انت والتيم بتاعك. خشوا التحدي، صدقوني صدقوني هيبقى فارق في حياتكم بشكل كبير جدا. طيب بالنسبة بقى سؤال مهم، يبقى احنا كده خلصنا، لكن في ناس دلوقتي حالا انتوا تعرفوهم عايزين يدخلوا البرنامج. طيب هل هيبقى في كول جديدة
في كول جديد هتتفتح داخل البيج بتاع URE من 7/7 لغاية 24/7 اللي جاي. اللي هيملى الفورم هيبدأ برنامج اللي هو التدريب بتاع ال SRT يوم 7/8 اللي جاي، ويبدأ يدخل URE UC 7/9 اللي جاي، وبالتالي البرنامج بتاع URE Startups هيتفتح له 7/10 اللي جاي. فبالتالي ده لو في حد مش تبع URI خالص وحابب يخش البرنامج بتاع تحدي ريادة الأعمال، هيقدر يدخل من خلال الباثواي اللي أنا شرحته. بس كده مطولش عليكم، مستنيين أتابع أو مستني إن أنا أتابع النتائج بتاعتكم، وإن شاء الله كده أشوفكم كلكم ناجحين وبالتوفيق.